نتكلموا على موضوع ديال هاد السفتة ديال الهجرة، يعني نحو السفتة اللي كنشوفوا بأن مجموعة معطيات تتداول على أساس بأن هذا المشكل يبقى مشكل إقليمي نظرا للحدود بين أوروبا والمغرب. ولكن الخطاب الذي يتم إغفاله رغم يعني التحليلات الكثيرة والمتنوعة واللي فيها حسابات سياسية إقليمية، خاصة يعني علاقة أوروبا بالولايات المتحدة الأمريكية والتداعيات ديال حرب إيران، ثم أيضا مشكل غزة إلى آخره. لكن نحن الذي يهمنا نحن الآزيغ ولم يتم تداوله هو موضوع سبتة ومليليا وعلاقته بالأمازيغ وشمال إفريقيا. من تتكلموا على سبتة وعلى مليليا تعتبر بأنها مناطق تابعة أو يعني أمر وكش عبر التاريخ. يكفي أن نستحضر سبتة وأيضا مليليا الطوبونومية ديالها أو دراسة الأماكن، الاسمين مليليا يعني أمليلوي الأبيض، وهو تعبير يعني عن شئنا القول الحمامة البيضاء. ثم أيضا بالنسبة لسبتة، سبتة جاءت من كلمة سا أيضا، وهو اسم رقم يعود حسب الروايات على أن تسمية الاسم تعود إلى 7 جبال سميت أو ما يسمى ب7 جبال في المنطقة، لذلك سميت بهذا الاسم. وفي الثقافة الأمازيغية يبقى يعني رقم 7 أو سا كما يقال مرتبط أساسا بالمعتقدات، مرتبط بطقوس يعني تشترك فيها كل شعوب الأطلس عفوا البحر الأبيض المتوسط الأمازيغ. إذا باش نكونوا واضحين، نحن سنناقش هذا المجال على اعتبار بأن المسألة لم تتعلق فقط بالهجرة، بمعنى آخر تتعلق بما هو تاريخي يتم إغفاله. لهذا سنعود إلى مشكلة هذه السبتة، أيضا لا يمكن فصله عما وقع في ظروف معينة، خاصة معركة تطوان. مشكل ديال سبتة الكثير لا يعرفه ويتجاهله، هو بحال المشكل ديال سيدي إفني أو ما يسمى بسانتا كروز دي لامار بيكينيا. إذا هذا سبتة وسيدي إفني عندهم نفس المشكل بناء على البنود اللي جات في اتفاقية ديال تطوان بعد هزيمة المغرب أمام إسبانيا في عهد عبد الرحمن بن هشام. من بين الأشياء التي تنازل فيها المغرب هناك تنازل السلطان على سيدي إفني أو ما يسمى بسانتا كروز دي لامار بيكينيا في البند الثامن، كما تنازل بل تم توسيع مجموعة من المناطق الأخرى تابعة لسبتة على أساس بأن السلطان أو عندنا الدولة آنذاك المغربية بعد الهزيمة يعني التي فرضت عليها، تم تنازل على هذه السبتة وعلى النواحي ديالها، بمعنى أنه الآن يتم التطرق إلى تسليم إفني في 1969. ولكن لماذا لم يتم تسليم أيضا سبتة للمغرب في نفس الظرفية؟ لأن ما تعيشه أو المنطق القانوني الذي يمكن أن يجمع بين سيدي إفني وسبتة هو نفس المعاهدة ديال 1860. لهذا نقول بأن بالنسبة لهذه المناطق تبقى خاضعة للاستعمار الإسباني. يعني لماذا؟ لأن الإسبان نفسهم لم يتوالوا إلى سنة 1492، والإشكال الموضوع في التاريخ ولا يمكن فصل هذا الموضوع يعني ديال الاستعمار مع البرتغال والإسبان وما يسمى بالليبيريون أو ما يسمى بتهافت الإيبيري على شمال إفريقيا وخلق ما خلق. الأهم بالنسبة لنا نحن في خطاب الأمازيغي هو أن تأكيد المناطق الأمازيغية تبدأ من باب الطوبونومية، من باب التاريخ، وبالتالي فهذه الحدود التي يتم تحديدها وفق الأندلسية. هناك من إلى توظيف يعني الإعلام السياسي والأوروبي لخرق ما يمكن خرقه. نقول بالحرف الواحد بأن الأمازيغ مهما بالغ البعض منها الغرب أو الأوروبيين على تفكيك منظومتهم وعلى تفكيك قيمهم وعلى إمحاء تاريخهم، فإن الأرض تتحدث باسمهم، وسيكون هناك في يوم من الأيام استعادة كل هذه المناطق التي كانت تابعة للمرابطين والسعديين والموحدين، وقبلهم بكثير للملوك وإجلدان الأمازيغ في شمال إفريقيا.